كنت جعانه بالليل يا جماعه، ولقيت عندي في التلاجة وركين فراخ كده، بس ما كنتش عارفه اعمل بيهم فجبت حته زبده حلوه كده وابتديت ان انا اشوح الفراخ عشان اختصر الوقت، وطبعا شلت الجلد بتاع الفراخ لان ما كانش ليا مزاج بصراحه اكلها بجلد، مع شويه توابل فراخ جاهزه يا جماعه وشويه فلفل اسود وبابريكا وكده زي الفل. فضلت بقى احروق فيها زي ما انتم شايفين كده، لاني والله يا جماعه لو الفراخ ما اتحروقتش ما بتبقاش حلوه، ولكن طبعا دي تشويحه اولى لان في تشويحه تانية في الاخر هتعرفوا. المهم ان في نفس الطاسه بنفس البهاريز اللي انتم شايفينها كده نزلت ببصلتين حلوين، وابتديت ان انا اكرملهم وزودت شويه كده من الميه عشان نجيب كل اللي في الطاسه، ولحد ما البصل يتكرمل قطعت لي شويه بطاطس وقلبتها مع البصل كويس جدا، وبعدين نزلت بالفراخ مع التقليبتين الحلوين وسيبوهم بقى يتعرفوا على بعض دقيقتين. خلاص كده بقى اتعرفنا وبقى كله زي الفل. جبت شويه عسل ابيض كده مع شويه من دبس الرمان، ويا جماعه الميكس ده خطير. وكالعاده لازم انسى حاجه، والمره دي نسيت الفلفل الالوان، شويه فلفل احمر على فلفل اخضر يدلع الكلام ده كله. بس انا بعد ما عملت الكلام ده كله حسيت برضو ان البطاطس